زي ما شفنا التجمعات البلطجية من فوق كوبري الجيزة تقف مع المدرعات الشرطة. دي المدرعات الجديدة اللي بتشبه إلى حد ما مدرعات القوات المسلحة. الساعة 2:15 بدأ الهجوم. المجموعة الأولى مجموعة من الذين يرتدون ملابس مدنية كان معهم خرطوش. مجموعة التي كانت ترتدي ملابس سوداء وكان معها أسلحة آلية اللي هو سريع الطلقات، والشرطة معها بالتأكيد والمدرعات معها القنابل المسيلة للدموع. بدأ الهجوم الساعة 2:15 قنابل مسيلة للدموع ثم خرطوش ثم بدأ سقوط الشهداء. كان أول شهيد الذي رأيناه في الصورة اللي كان بينزف من عينه ده الشهيد محمد المصري، ده كان عضو في اللجان الشعبية موجود في أول الصف، أخذ رصاصة في عينه اليسرى استقرت ب قاع الجمجمة زي ما رأينا الدم كان بينزف من عينه. هو كان دي لحظات الاحتضار داخل المستشفى الميداني. بعد هذه الإصابة استشهد بعده المهندس حسام الدين محمد بنفس الطريقة تقريبا، رصاصة اخترقت الفم واستقرت في خلف الجمجمة. ثم بعده بدأ الهجوم بشكل معنا الدكتور محمد البديوي والد الشهيد حسام البديوي المتوفى في أحداث الجيزة، والإخوان ادعوا إنه إخوانجي. أهلا بيك يا دكتورنا. أهلا بيك يا الباقية في حياتك يا فندم. حياتك الباقية يا حبيبي، حياة الباقية للشرفاء مصر كلها، حياة الباقية لدم أولادنا اللي بيروح في سبيل شرعية الشعب وشرعية بلدنا وحبيبتنا ووطننا الغالي. أنا جاي لحضرتك من دبي عشان ادفن ابني وافرح بيه واقول انا ابو الشهيد. ابني حبيبي اللي بيداوم في السعوديه بقى له اكتر من كام سنه، ونزل مخصوص وقابت عليه نفسه انه يشارك ولاد بلده فرحتهم، ويشارك ولاد بلده شرعيتهم، ويقول لهم احنا كلنا ولاد بلد واحده، احنا شرفاء مصر الاحرار، احنا اللي هنحمي بلدنا من الرجعيه ومن الاخوان ومن كل عدو، احنا اللي هنبني بلدنا من جديد على كتافنا احنا. ونزل حبيبي واجههم في كل حته وكان ربنا بيسترها معاه. الا المره دي خدعوهم وغدروا بيهم برشاشات آلية في بيك اب وهم مسرعين وضربوا عليهم الرشاشات. ابني جات له واحده في صدره هتكت احشائه ولقى مصرعه في الحال، وسحبوه من الارض رموه هناك في النهضه، قالوا ده شهيد الاخوان. حضرتك عرفت ازاي يا فندم انه استشهد؟ ده من قناه المأجوره، قناه الصهاينه، قناه الجزيره، يحطوا اسم ابني انا المهندس حسام البديوي شهيد الاخوان الرجعيين الخونه. يعني الجزيره حتى بتتاجر في جثمان شهيد. ما هي صهاينه يا استاذ عمرو، ما هو امريكان يا استاذ عمرو. اي قناه تسيء للبلد وتسيء لاولاد البلد الشرفاء، اي قناه تدير اكاذيب للعالم كله باي حق، ومن اعطاه هذا الحق؟ ولادنا بيسطروا بأحرف من نور تاريخ بلدهم. بس بدي اقول للجزيري وللعربيه انه انا خالة الطفل ساري سعود، انا ما خبرت من اختي، انا قاعده بالليل اجوا الجماعه البلدة عملوا لها لك لاقي ابن اختك، ولك انتوا كيف بتخبروا وكيف بتولفوا وبتفبركوا، ولك خسيتوا الحقيرين عندهم، وعم تدعي هاي الحقيره المذيعه انه ولاد الصليب ياخذ روح الجزيري وروح العربيه، ولك خسيتهم. سوريا بدها تضل ولا بنركع، اسلام مسيحيه جميع الطوائف، نحمي وطنيه، فدى عيونك يا بشار. بدي اقول لهم هدول الجامعه العربيه العميان يجوا يتعالجوا عند الدكتور بشار طبيب العيون الممتاز، روح نفدك، ومسيحيه واسلام والوطن كله اولادنا مخلفه ديل ساري مليون ساري بالروح وبالدم نفديك يا بشار. والله محيي الجيش والله محيي الجيش وخاصة الجزيري وخاصة العربية. الجيش دم ساري بقناة الجزيري وبقناة العربية. خطية برابكم ليوم الدين، وخطية ليوم الدين بدكم تحاسبوا على دم الطفل البريء اللي بايده بسكوتي. حاجة صدقوا بالحرية، الحرية مو بدم الأطفال، الحرية مو هيك بياخذوها، الحرية باستقلالية الإنسان، يجي يعيشوا الكرامة اللي احنا عايشينها، نصونوا اللي احنا منصانينه. حاج يكذبوا علينا، حاج دفعونا دم ثمن كبير، فهمنا كذبوا احاديثهم. جيش لقوي وباسل.
ونحن ما بنتخلى عنه، والوطن غالي، اذا هن ما لهم وطن وما لهم دين، نحن عندنا دين وعندنا وطن. اضراب سوريا بكل امريكا وكل ما فيها من دولارات ومن يورو ما فشروا، سوريا غاليه وترابها غالي، وقائدنا تاج على راس كل سوري من الطفل للكبار. انا عندي 5 شباب والخمسه مستعد تضحيهم دم فداء تراب وفداء الوطن. بابا ساري كلياتنا رح نصير ساري، نحن تخسر الجامعه العربيه، يخسر كل خاين. نحن جماعه وطنيين، تراب الوطن غالي ما بينباع، اللي شرب دمعة مي من سوريا بيركع له مثل ما بيركع لاي ديانه واي مذهب، بس ان شعب خاين حقيرين سافلين. ولا بيعرفوا سوريا ولا انه نصير بسوريا اللي عملوا هالشيء هذا، لا لا لا. وهالغربان هو اللي جايين عم يتصدقوا بالحريه، يبعثوا لنا هالشيء قتل. هذا مجلس اسطنبول قلبه عم يتقطع مثل ما تقول هالمعارض، قلبه عم يتقطع، يجي يضب المسلحين اللي فلتوا عندنا بالحواير واللي عم يبعث لهم سلاح، بعدين قلبه يتقطع. الله ان شاء الله بيتقطعوا كلهم باسطنبول، وان شاء الله ما نقطعهم باذن الله، نحن وشعبنا وجيشنا وامننا. مليح الحكي، الله لا يوفقون، الله لا يوفقون، الله لا يوفقون. داعين على الصليب ياخذينه وجايبينه على الكاميرا، مفكرين السوريين هبلان انه ليك هذا مسيحي عماله علاقه، مسيحيه واسلام وكل الطوائف، نحن وحده وطنيه غصب عنهم، وعن الجامعه العربيه وعن اسطنبول وعن كل شيء، كل شيء بيكره سوريا والرايد الشر لسوريا. حاجي كفى كذب، كفى حاجي بقى. لكن طب ابني هذا صار يعرف في مؤامره، استحوا على دبكم، هذا ابني بيلعب يقول ماما انا بدي اخذ في المؤامره، هذا بيعرف في مؤامره، وانت كل واحد معه دكتوراه ما بيعرف مؤامره، بنت خامس تعرف في مؤامره، يا الله لا يوفقون. حاج تبقى بقى حاج فهمنا عليهم.